حديقة التجارب الحامة موجودة في قلب العاصمة، تعد متحفًا فعليًا للطبيعة. تتوسط الحديقة حي الكول بالعاصمة، وعلى مقربة من مقام الشهيد الذي يعلوها. تتربع على مساحة 32,000 هكتار قبال خليج الجزائر، وتعتبر هذه الحديقة أحد أكثر الأماكن رطوبة وانتعاشا، حيث يلجأ إليها الزوار من مختلف الولايات في أوقات الحر بحثا عن الراحة والهدوء. وهي من أقدم وأجمل الحدائق الموجودة على الصعيد الوطني والإفريقي، نظرا لما تحتويه من أشجار يفوق عمرها 150 عاما، ونباتات نادرة جلبت من مختلف أرجاء العالم، ومن بينها شجرة الواشنطنية التي يبلغ ارتفاعها 30 متر ويعود عمرها إلى 100 سنة تقريبا، وكذلك أشجار النخيل من نوع البالميل. تحتوي حديقة التجارب الحامة على عدة تماثيل تاريخية نادرة، وتحتوي أيضا على بحيرة خاصة بالأسماك، والأخرى خاصة بأنواع الطيور المائية. حديقة الحامة العتيقة حصلت على المرتبة الخامسة كأجمل وأروع حديقة في العالم.